الحقيقة فقرتنا دلوقتي موضوعها من الموضوعات المهمة جدا، ومن الموضوعات اللي خدت وقت كبير جدا في الجدل الفترة اللي فاتت. فترة مش بعيدة، فترة قريبة، يعني نكاد نكون بنتكلم في الموضوع ده من اسبوعين. كل الناس اتكلمت عن القرار اللي اصدره وزير العدل احمد الزند، واللي بموجبه بيتم تعديل احكام قانون التوثيق الخاص بزواج اجنبي من مصرية، بحيث يتوجب على طالب الزواج الأجنبي من مصرية تقديم شهادات استثمار ذات عائد دوري بالبنك الأهلي المصري بمبلغ 50,000 جنيه باسم طالبة الزواج المصرية عند تسجيل الزواج، وذلك إذا تجاوز فارق السن بينهما 25 سنة. الناس ما كانتش فاهمة الكلام ده يعني ايه، يعني وفي ناس لحد دلوقتي برضو مش فاهمة الكلام ده يعني ايه. يعني ايه لو هو اكبر منها باكتر من 25 سنة يحط لها 50,000 جنيه في البنك شهادات استثمار، ولو الجوازة ما تمتش الفلوس دي تبقى من حقها ولا مش من حقها؟ طب وهل ده بيعتبر تسعيرة؟ هل ده حماية؟ هل ده هيؤدي الى ترويج الزواج السياحي؟ أسئلة كتيرة جدا، وكمان كانت موجودة بشكل أكبر على مواقع التواصل الاجتماعي، وكان موجود عليها نكت كتير، وكان موجود عليها شكب كتير وتنديد كتير. وبعض الناس قالت لا احنا شايفين ان ده ممكن يكون بينظم الموضوع شوية أو بيحد منه شوية. خلونا نعرف من وجهة النظر القانونية أحكام هذا القانون ممكن تودينا لفين. يسعدنا يكون معانا أستاذ أشرف مشرف المحامي بالنقد. أهلا بيك معانا يا فندم. أهلا بيك يا فندم. أستاذ أشرف، من وجهة نظرك إيه الهدف من تعديل هذا القانون؟ وإيه هو القانون اللي قبله؟ هو سعادتك هي البداية كانت من سنة 76. في 76 اتعمل قانون بينظم أحكام الزواج ما بين مصرية وأجنبي. كان من ضمن وطلب شروط أهمها إن ما يكونش فيه فرق سن بينهم 25 سنة، يعني الأجنبي لو أكبر من البنت المصرية ب 25 سنة ما ينفعش الموثق يوثق هذا الزواج. لو أقل من 25؟ لو أقل من 25 يتجوزها لو هو جاب بقية الورق المطلوب اللي من ضمنه. وما يدفعش فلوس؟ لا، وما يدفعش فلوس، وما كانش موجود برضه موضوع دفع الفلوس. موضوع دفع الفلوس ده ما كانش موجود. هو القانون ده اللي اتعمل في 76 ادى الحق لوزير العدل ان هو يستثني من بعض او كل الشروط اللي موجودة في هذا القانون. يعني هو موجود فيها شروط اهمها موافقه السفاره، ومن ضمن الشروط موضوع فرق السن. فلو ده لو هيتجوزوا بره ولا هيتجوزوا؟ لا، ده كل ده لو هيتجوزوا هنا في مكتب التوثيق اللي موجود في وزاره العدل. فاللي بيحدث عملا ان لما بيكون في شرط ناقص بيتم تقديم طلب لوزير العدل بالاستثناء من هذا الشرط. وجرى العمل على كده من سنه 76. وبيحصل استثناءات فعلا؟ كان بيحصل استثناءات. ما هو الموضوع خد مراحل برضه، يعني هو كان بيحصل استثناءات. وبعدين جم في تقريبا في سنه 93 طلعوا قرار يعني المفترض لصالح البنت المصريه. قال لك لو فوق ال 25 سنه عشان تقدم على الاستثناء حط لها 10,000 جنيه في البنك. 10,000 جنيه يعني على انه يعني كانه يعني ايه، كانك ضمنتي مهرها يعني، او ان ده مؤخر ليها او حقها. ده لو في شرط هم عايزين لو في فرق لا لو شرط السن بس انما بقيه الشروط لا، مش موضوع مش المبلغ ده، مفيش مبالغ اصلا. ده كان برضو تعديل على القانون. ده قرار طلع من الوزير وقتها. وبعدين استمرت القصه، يعني المبلغ يعلى تدريجيا لحد ما اخر حاجه وصلها كان 40,000. السنه دي بقى القرار الجديد بدل ال 40 بقت 50. كان واصل لامتى 40,000؟ يعني لحد كام شهر فاتوا. يعني كان في تعديلات قريبه؟ لا هو يعني هو كان، ما هو الموضوع يعني خد وقته، يعني قلت لك من 10,000 ل 20 ل 30 وبعدين 40 وبعدين وصلنا ل 50. طيب ليه بقى دلوقتي الضجه دي على اخر قرار؟ هو يمكن عشان دلوقتي الوقت الحالي بقت يعني القرار ده طلع في وقت فيه الانترنت منتشر وفي الناس طب لما كان 40,000 يا فندم كان في ما كان موجود 40,000 بقاله مده ومحدش واخد باله يعني. وبعدين ما كانش في حد طلع قال انا عملت اشمعنى دلوقتي كده. جاز يعني احتمال برضه يعني في تسليط ضوء حاليا على الموضوع او على قرارات الوزير. تصعيد؟ لا في تصعيد يعني. وبعدين الموضوع واخد اكبر من حجمه لسبب. انا شايف ان الوقت الحالي يعني في الاستثناءات بتتقبل يعني. يعني حاليا اللي بيقدم طلب بيستثنى فيه. طب يعني انا اعمل قانون وفي نفس الوقت
اقول لهم قدموا طلبات عشان استثنيكم من القانون؟ هو ما هو اصلا القانون يا يمشي على الكل يا ما يمشيش. هو القانون اصلا لما طلع كان الهدف الحمايه، بس انا شايف ان القانون ذاته سبب مشكله اكبر. ما انا بفتح باب الاستثناءات، ده يعني هو يبقى لازمته ان في قانون. ده هو سبب مشكله، يعني هو القانون ذاته سبب مشكله، لان هو القانون الهدف منه حمايه البنت المصريه، ولكن القانون يعني انا هقول لسعادتك في فتره كانت الاستثناءات مقفوله، في فتره الوزير كان تقريبا اسمه المستشار ممدوح مرعي، على ما يعني جايز اكون ناسي الاسم، بس هو تقريبا ممدوح مرعي. في الفتره دي الاستثناءات كانت مقفوله تماما. الفتره دي يعني كان لو الشروط منطبقه بالظبط يتم الزواج، اللي هيقدم طلب استثناء بيترفض. ولكن النتيجه ايه؟ النتيجه ان البنت المصريه اللي هي ما عرفتش تتجوز رسمي، ما هي بتتجوز عرفي. يعني انا كده النتيجه ان انا طب انا ضمنت لها ايه كده بقى بال50,000 دول؟ هم بيتحطوا عن طريق 5 شهادات في البنك، صح؟ هم بقوا باسمها، المبلغ ده بقى باسمها. انا بقى ضمنت لها ايه في حاله لو ما اتجوزهاش ولا في حاله لو طلقها؟ لا، هو المفترض ده ان ال50,000 اصبحوا باسمها من لحظه ما اتحطوا، فبقوا بتاعتها. يعني هو المفترض ان في عقد جواز هيتم وبقى ال50,000 دول بتاعتها هي. طيب نشوف اراء الجمهور في الشارع. هنشوف دلوقتي تقرير واراء الجمهور في الشارع عن هذا القانون وتعديله الجديد بوصوله ل50,000 جنيه، وهنرجع تاني داخل الاستوديو، خليكم معانا. زواج، واعتقد هذه الظاهرة في مصر بس، مش في اي دولة في الدول العربية او العالم كله. فالحد منها هي شيء واحد بس، هو لابد ان يحدد اسم سن الزوج، سن الزوج 28 سنة 29 سنة، واخد بالك سيادتك؟ ما يبقاش اكتر من كده بقى، ما يبقاش 50 70، لا، لان دايما اللي بيتجوزوا هنا في السن ده بيشتروا الناس بفلوسهم، لكن اللي هيتجوز مصرية ويكون غير مصري يكون سنه 28 27 سنة، فبالتالي هيتم القضاء على هذه الظاهرة. هو المفروض ان هو حرام والشيوخ محرماه، البلد بقى دورها انها اللي يمسكوه حاجه زي كده، اي خريج عامل حد من بره البلد يتمسك في حاجه زي كده يتحاسب، ونحاسب برضو البنات اللي هي موجوده وازاي ترخص نفسها كده. يعني انت المفروض انت بنت تحافظي على نفسك، هتتجوزي تكملي. نحد من الجواز ده، نسهل الجواز للمصريين بكل ادب وكل احترام، لان اللي هو عايز يتجوز ده عايز يبني بيت وعايز شقه، تسهيل او تيسير، يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا، اعمل الخير. بنتك عايز تسترها وجالها واحد كويس ملائم، مع السلامه، عشان خاطر تكون اسره كويسه محترمه، مش تجوزها لي جواز المسيار وجواز المش عارف ايه وجواز ايه. هو الجواز ده مشكلته الاساسيه الفقر والجهل. انت لو عالجت المشكلتين دول هتحل مش مشكله الجواز ده بس، انت هتحل كل مشاكل بلدك، لان عندك السبب في ان الناس بتقوم بالموضوع ده او بيسيبوا بناتهم للموضوع ده انهم محتاجين ماديات فقط لا غير، ولانهم مش حاسين هم بيعملوا ايه في البنت، لانهم بيدمروا نفسيه البنت بعد كده. هي دي المشكله الاساسيه. البنات المصريات نفسها ما بتفكرش في الكلام ده، لان الكلام ده بتبقى حاجه نزوه فتره معينه وبتنتهي. هو الراجل اللي بيجي من بره ده بيحاول يعني يعمل حاجه مش مظبوطه بحيث ان هو يستمتع بوقته فقط لا غير، وبعد كده البنت دي هي اللي بتتعب بعد كده مستقبلا، وبتعيش حياتها صعبه جدا بعد كده، ما بتقدرش تعيش حياتها بعد كده. زي ما شفنا الناس بتقول طب ما احنا نيسر على الشباب انهم يتجوزوا مصريين ومصريات يتجوزوا، وازاي هنحد من ظاهرة الزواج السياحي واحنا كده بنقنن الزواج السياحي، وفي نفس الوقت هم شايفين ان ده لما بيحصل ما فيهوش اي استفادة للبنت، بل اللي بيستفيد الاجنبي اللي متجوز. هل حضرتك شايف ان بالفعل او مقتنع بالفعل ان هذا القرار هيحد من ظاهرة الزواج السياحي؟ هو طالما الناس لجأت للزواج الرسمي يبقى انت كده بره زي ظاهرة الزواج السياحي. ما هو رسمي عرفي في الاخر هو سياحي. لا، هو في فرق. متجوزة اجنبي. لا، هو في فرق. ما هو اللي بتتجوز اجنبي دي مش يعني مش زي ما الافلام السينمائيه بتصورها ان هي يعني بتبيع نفسها وكده، بالعكس. في جوازات، يعني اغلب الجوازات بتبقى جوازات ليها يعني طالما لجأوا للزواج الرسمي ده يبقى جواز طبيعي. الجواز اللي فعلا ما فيهوش حمايه للبنت الجواز العرفي، وبالتالي لما انا اصعب توثيق الزواج انا يعني بعدتها عن كل حمايه. هو بس المفروض يبقى في شروط، يعني في حاجات زياده تتعمل ممكن تظبط الموضوع تماما. هم مش ممكن يتجوزوا في بلده هو من غير كل الحاجات دي؟
ولا لازم في بلدها هي؟ هي في بعض دول فيها تعقيدات في الجواز في بلادهم، يعني مثلا السعودي ما يعرفش يتجوز المصريه في بلده الا اذا كان جايب موافقه من هناك، والموافقه دي بتبقى يعني اجراءاتها طويله وصعبه، بينما هو ممكن يتجوزها هنا في مصر، الامور هنا مختلفه. الفكره الثانيه ان في ناس كتيره بتتجوز لمصر بس، يعني هو بيتجوزها وهيعمل لها بيت في مصر وهيعيش معاها في مصر يعني هي مش هتسافر بره اصلا. وبعدين هي الفكره كمان ان طالما هي مصريه لازم الدوله تيسر لها توثيق زواجها هنا في مصر عشان تعمل لها نوع من الحمايه. يعني هو مجرد ان وثيقه الزواج الرسميه في ذاتها ده نوع من الحمايه، لان البديل بتاعها لو هي هتتجوز، يعني هي الفكره في ايه؟ احنا بنتكلم في ناس هي كده كده واخده قرار الجواز، احنا مش بنقول تعالوا يا ناس تعالوا اتجوزوا، لا هي في ناس واخده قرار الجواز. فاذا انا ما وصلتلوش الجواز الرسمي هو بيمشي في الجواز العرفي، بل واغلب الحالات اصلا بتبقى متجوزه عرفي، يعني هو بيبقى متجوزين ومخلفين، يعني ممكن تبقى بياناته غلط وما تعرفش طريق بعد كده وما تعرفش تجيبه وما تعرفش تكتب الولاد باسم مين. ما هي المشكله ان هم يعني عاده بتتجوز عرفي، وبتخلي سبب الجواز العرفي ابتداء ان هي ما بتعرفش تتجوز رسمي يعني. طيب هل نقدر نقول ان الفرق بين الجواز الموثق والفرق بين انهم يلجأوا للجواز العرفي ان الجواز الموثق هم بيبقوا سائلين على الراجل ده في سفارته او مخاطبين سفارته، ولا ده ملوش علاقه؟ الجواز الرسمي من ضمن شروطه ان هو يبقى جايب موافقه من سفارته، او الوزير يستثنى في حاله ان هو ما عرفش يجيب الموافقه ديت. بس هنا في حالات، يعني هنا مثلا هنقول طب ليه الوزير بيستثنى؟ لان هي بتبقى غالبا الجوازه قامت فعلا، يعني في واحده مصريه اتجوزت وخلفت اطفال ومش وهنا يقننوا بقى، فلازم تقنني لها وضعها في مصر. لانك لو ما قننتلهاش وضعها في مصر هي تقريبا في ضياع. هو بس الحته اللي المفترض تحصل ان في حالات اللي زي كده الافضل يبقى يعني يطلع يعني العصمه تبقى في ايد الست، لان لو حصل وهو مشي يعني مش هتفيدها اول 50,000 قد ما هيفيدها ان هي تعرف تطلق نفسها بسهوله، ولا تعمل لها حاجه، يعني تطلق نفسها بسهوله ده مهم جدا. لازم العصمه تبقى في ايدها. الحاجه الثانيه برضو وده شيء مهم لمكافحه اي ظاهره من ظاهرات ان البنات مضغوط عليها او كده، لازم يكون في قبل الجواز يبقى في مكان يتم فيه توعيه البنت بحقوقها، يعني لازم لو في اخصائي اجتماعي او حاجه تمر عليه اولا، يعني لو يطلع قرار بكده ان تعرض على اخصائي اجتماعي يشرح لها هي رايحه فين وجايه منين، بحيث ان هي لو كانت مغرر بيها او هي مش فاهمه هي رايحه فين. بس يا فندم ده في قرى كامله قائمه على الجواز ده وبنات صغيره وبيسننوهم وبيقولوا ما تعمل لهمش شهادات ميلاد اصلا. لا بس انا عايز اقول لسعادتك الجواز من الاجانب بيتم في جهه واحده بس، مكتب زواج الاجانب اللي موجود في وزاره العدل، وكمان مكتب توثيق الزواج برضه في مكتب توثيق تاني في اسكندريه، يعني هم مكتبين على مستوى الجمهوريه. يعني ما يقدرش مأذون يجي يكتب كتاب لا مصريه على حد غير مصري؟ لا ممنوع، ما يقدرش يعمل الا اذا كان هيجوز عرفي ومش هيبلغ كمان، لان هو المأذون ممنوع عليه انه يجوز عرفي. طيب التحايل في حته اتجوزوا عرفي ووثقوا العرفي فيبقى هو لو هيتجوزوا عرفي وهيوثقوه من خلال مكتب زواج الاجانب اصبح جواز رسمي، هنا اسمه تصادق على زواج. ده ايه؟ ما هو ما هي مكتب زواج الاجانب ده تابع للشهر العقاري. يعني هو مكتب من ضمن مكاتب الشهر العقاري، بس موجود بس في وزاره العدل واسكندريه، مكانين فقط لا غير. هم دول المختصين بتوثيق الزواج. يعني مهما هيلفوا هيرجعوا برضه نفس النقطه، لان كمان احنا من ضمن شروط الزواج ان السن ما يقلش عن 18 سنه، وان تقدم شهاده ميلاد رسميه، يعني التسنيم ما ينفعش هنا في النقطه دي، يعني شهاده من دكتور الكلام ده كل ده ما ينفعش، لان مكتب الزواج عايز قسيمه زواج رسميه، قصدي شهاده ميلاد رسميه. فشهاده الميلاد وما تقلش عن 18 سنه. فالتوثيق بكل ما يعني ما سهلنا اجراءاته كل ما ساهمنا في حمايه البنت اكتر. الزيجه الاجنبي بيهرب منها بمنتهى السهوله هو الجواز العرفي. بس في ناس بتقول العكس، كل ما صعبنا اجراءاته كل ما صعبناها على الاهل فيخافوا يعملوا كده ما يبقوش بنتهم. انا سعادتك محامي وشغال في هذا، يعني بيتعرض عليا قضايا من هذا النوع كتير جدا. يعني فالفترة جت فترة اتصعبت الإجراءات فعلا. في الفترة دي كترت الزواج العرفي بشكل كبير جدا، وفي نفس الوقت الآثار بتاعته يعني مشاكل مهولة. آثارها أهمها مثلا إيه؟ الأولاد اللي بتطلع أحيانا كتير ما بيعرفوش يطلعوا لهم شهادات ميلاد، لأن في بعض برغم إن قانون السجل المدني بيسمح بتطليع شهادة ميلاد لأطفال الزواج العرفي، لكن مش كل المكاتب على مستوى الجمهورية بتتعامل بده.
في موظفين كتير مش فاهمين ده، وبالنسبه له قسيمه عقد الزواج العرفي ده رجس من عمل الشيطان، مجرد ما بيشوفه ما بيرضاش يطلع شهاده ميلاد بيه. ففي اطفال كتير ما طلعت لهمش شهادات ميلاد. فدي مشكله كبيره. يعني هي المشكله مش احنا مش يعني المشكله اللي لازم الكل يركز فيها مش فلان اتجوز فلانه، لا ده اثار هذا الزواج الاطفال الاجيال اللي جايه دي. فالاطفال اللي جايه دي عندها مشكله، لان العقد الزواج مش رسمي، فبناء عليه هنا في جهات كتيره في مصر مش معترفه بيه، وكمان سفارته مش معترفه بيه، فبيبقى طفل لا عارف يطلع شهاده ميلاد لا مصريه ولا شهاده ميلاد اجنبيه من بلد الزوج. ده حاصل في دول عربيه تانية التقنين ده؟ لا هم عندهم هم تقنينات بشكل تاني، يعني هم بس كل تقنين بيراعي مصلحه البلد. يعني مثلا دول الخليج اغلبها بتمنع زواج مواطنينها من اجانب الا بناء على تصريح معين. ليه؟ لان هو بيعالج ظواهر اجتماعيه عنده. يعني في بعض البلاد مثلا نسبه العنوسه كبيره، فهو عايز يمنع الجواز مثلا ابن البلد من بره عشان عنده نسبه عنوسه، يعني هناك ارتفاع مهور عاليه، فمحتاج ان هو يحافظ على المواطنين. بيحافظ على المواطن، فكل بلد بتحافظ على بحسب وضعها. احنا هنا الفكره ان انت هنا عندك انتشار ثقافه الزواج من اجانب كترت قوي عن الاول، يعني كمان لان زمان يمكن يوم ما طلع القانون ده سنه 76 كان اللي بيتجوزوا اجانب اللي هم بيتجوزوا غالبا من دول الخليج بس، يعني الخليجي بينزل مصر سمسار بيوديه قريه والكلام ده. فيومها طلع قانون كان للحمايه. دلوقتي الوضع اختلف، البنت المصريه بتقعد على النت وبتسافر بره ومش بتعرف اجانب، وما بقاش الاجانب مقصور اللي هو الراجل او الدشداشه اللي بيجي اللي بنشوفه الافلام القديمه، لا ده الوضع مختلف دلوقتي. ده اجنبي ممكن يبقى دكتور جامعه، ممكن يبقى يعني انا شفت حاله تحديدا ايام ما كانوا قافلين الاستثناءات، واحد دكتور جامعه معاه جنسيه امريكيه من اصل عربي اتجوز بنت هنا في مصر، طبعا فرق السن اكبر من 25 سنه، بعلم اهلها وموافقتهم وكل شيء، وكتب لها فيلا كمان وفلوس وبتاع. وطبعا عشان في فرق سن كان لازم يقدموا طلب استثناء. طلب الاستثناء اترفض، اضطروا يتجوزوا عرفي وخلفوا اولاد، دخلوا في متاهه شهادات الميلاد، وبعديها بفتره طويله على ما يعرفوا يقننوا الزواج ده ويتقلب رسمي. طب يعني انا هنا يعني الحاله دي منها كتير جدا. انا لما بقفل على ده الباب، طب وانا مش ده اللي انا خايف منه على البنت؟ وبعدين طلع يعني انا هنا بعمل مشاكل للناس. اذا حضرتك شايف من الناحيه القانونيه او الوجهه القانونيه ان ده شكل من اشكال الحمايه لفئه معينه؟ ما هي الحمايه لفئه معينه بس عامله ضرر لفئات تانية مش محتاجه الحمايه دي. زي يعني يعني هي ممكن تبقى حمايه للطبقات الفقيره في المجتمع اللي هم ممكن يخشى منهم ان هو هيبيع بنته. لكن في طبقات تانية مثقفه ومش ده الهدف ابدا. يعني هو لما البنت دي بتتجوز مش كله بيع يعني. مش كله بيع، يعني اغلب في حالات كتير انا بشوفها بتبقى اقتناع شخصي. يعني فلانه مثلا بتدرس في جامعه اجنبيه، تعرفت باستاذها الاجنبي وهيتجوزوا، بيصطدموا بنفس المشكله. يعني في حالات كتيره، لان برضه الجواز او واحده كانت عايشه فتره في بلد تانية ولما رجعت مصر عايزه تتجوز ما بيتعرفش بقى، بتدخل في نفس المتاهه ونفس الاوضاع. طب يعني طب ده ما ينطبقش عليه موضوع الاستثناءات اللي احنا بنقولها انه يكون في سلطه تقديريه؟ يعني ما هي المشكله برضه في الاستثناءات فيها نظره على يعني هي حاليا الحمد لله بشكل عام اغلب الاستثناءات حاليا بتتقبل حاليا. لكن الكلام ده في عهد الوزير الحالي، الله اعلم الوزير اللي بعده ايه اللي هيحصل. يعني طول ما انا مديها لسلطه وزير في وزير، يعني الفكره انا عايز الموضوع ما يبقاش فيه سلطه متعلقه بالشخص، لان في وزراء قبل كده كانوا ضد الموضوع وكانوا بيرفضوا الاستثناء تماما، لان هم اللي بيبص للاستثناء بيبص الورق قدامه. يعني هو شايف ايه؟ باسبور، صوره باسبور، وشايف شهاده ميلاد، وشايف كورق، مش شايف اشخاص. يعني ما بيشوفش الاشخاص بذاتهم. احيانا كتير النظره التقديريه للشخص بتختلف. صحيح. يعني ترد على الناس اللي بتقول وزاره العدل بتسعر بناتنا او بتبيع بناتنا، تقول لهم ايه؟ لا بالعكس، كلام مش مظبوط، لان وزاره العدل هنا مش هي اللي بتجوز، يعني مش هي طرف، ما جابتش الاجنبي ولا بتعرض ولا بتجيب الاطراف، ما قالتش للاجنبي تعالى اتجوز المصريه، ولا قالت للمصريه روحي اتجوزي اجنبي. ده هم يعني الناس اللي لما جم يتجوزوا اصطدموا بالقانون اللي بيقول فيه فرق سن، فبناء على الاستثناء ديت لازم يقدموا استثناء. الاستثناء الوزير حدد ان طالما انا هوافق اكيد البنت المصريه هحط لها مهر، يعني مهر 50,000 يعملها نوع من الحمايه. ملوش علاقه بالمؤخر يعني. لا ملوش علاقه بالمؤخر، هم ممكن يتفقوا على المؤخر زي ما هم عايزين، يتفقوا على المقدم زي ما هم عايزين، لكن ال 50,000 الفكره ان انا ايه يعني اللي فكر فيها اعتقد يعني كان فكرته ان ده مبلغ مع البنت
ان لو حصل خلاف ما تبقى واخده حقوقها بدايه، يعني لان هو غالبا بشكل عام القوانين هنا في مصر بتتعامل مع البنت المصريه اللي بتتجوز اجنبي زي اللي اتجوزت مصري، يعني الاثنين في حاله الخلاف في المحاكم نفس الاجراءات تقريبا، يعني ما فيش هنا المفترض يبقى في نقطه تمييزيه لصالح البنت اللي بتتجوز اجنبي، لان اللي بتتجوز اجنبي عندها مشاكل كبيره قوي، يعني مثلا تعلنه فين، بتضطر تعلنه دبلوماسي، احيانا حتى بتبقاش عارفه عنوانه بره ايه، حاجات كده الحكم مش هيبقى في حاجات كتيره، فلازم انا اغير الاجراءات القانونيه لصالحها، لان هي في النهايه مش بتتعامل مع واحد موجود هنا. صحيح. يعني هو مجرد ركب الطياره ومشي خلاص. هل من الممكن ان يزيد هذا المبلغ في الفترات القادمه؟ لو الفكر فضل زي ما هو اكيد هيزيد. لو الفكر فضل زي ما هو، فكر الاصرار على هذا الزواج يعني؟ لا مش على الاصرار على هذا الزواج، يعني طول ما الفكره القانون فضل موجود، والفكره عند وزاره العدل ان انا بحمي البنات بالمبالغ ديت، اكيد كل فتره مع تغير قيمه العمله هيزودوا المبلغ. لكن انا كرأي شخصي الافضل الغاء هذا القانون بدايه، ويتساب كل حد بحريته، اللي عايز يتجوز يتجوز، اللي مش عايز يتجوز. طيب ما ممكن حد دلوقتي يقول لك ما احنا لو لغيناه يبقى بنضيع حق البنت اللي هو ممكن يتجوزها وتاني يوم الصبح يركب الطياره ويمشي. هو انا برضو اللي بقوله ان الجواز ما دام خد شكل رسمي هو ده في ذاته نوع من الحمايه. الحاجه الثانيه الاهم ان لازم البنت يتعمل لها نوع من الدوره التثقيفيه كده قبل الجواز، ولو لمده حتى يوم، يعني مجرد حد يقعد معاها يفهمها الموضوع رايح فين وجاي منين، لان الجواز هنا في مصر بالنسبه للبنات بيتم بوجودها، ما بينفعش حتى بتوكيل، يعني لازم هي تبقى موجوده. في زي اخصائي اجتماعي يعني يقعد مع البنت ويشوفها بتتجوز برضاها ولا غصب عنها، الموضوع بيع وشراء ولا الموضوع ارتباط وتكوين اسره او حب، ليه ما بيكونش ده موجود مكتب في وزاره العدل؟ ما هو الفكره ان اي حاجه عشان تتعمل محتاجه قرارات تطلع بيها، مفيش قرار طلع زي ده، مفيش قرار طلع بده. يعني هو لو طلع قرار بده اكيد هيغير الامور. هل تفتكر ده بس هيعقد الامور قوي؟ هو لو ادوا الطابع الاستشاري، يعني مجرد ان الشخص يروح وانا اسمع منه وعجبني كلامه او ما عجبنيش، الجوازه هتتم، الامور هتمشي. لا الافضل، لكن زي لجان المصالحه اللي في محكمه الاسره، ما الناس بتفوتها علشان لا، يعني اقصد ان هو يدوله ان لازم اروح واسمع له، وبعد كده انا صاحب القرار. لكن الفكره المشكله الاكبر ان ممكن يطلع القرار ويقولوا ايه، طب يبقى هو نفسه صاحب القرار اللي هو المكتب نفسه. هنا هتبقى مشكله تانية، لان ممكن المكتب يبقى فيه برضه ما، يعني هو في النهايه الجواز ده بالذات انا اعتقد يعني كل ما حصل تدخل في الجواز كل ما سببنا مشاكل اكتر، يعني صحيح. هو لما يتساب براحته بيبقى احسن. هل في جنسيات بعينها للرجاله الاجانب يعني بيكون في اقبال من البنات في الجواز عليه؟ والله هو في الفترة الأخيرة بقت كل العالم مفتوح من يوم ما النت فتح، يعني أنا بشوف جنسيات غريبة جدا بتتجوز. ما كانش موجود زمان، طبعا ما كانش فيه غير الدول الخليجية هي اللي بتيجي، لأن هم كانوا السياحة بتاعتهم بيجوا في الصيف فبيتعرفوا على الناس هنا. لكن دلوقتي الأمر اختلف، الدنيا الناس كلها، يعني العالم بقى قرية صغيرة، يعني كل الجنسيات بتتجوز من كل الجنسيات دلوقتي. حضرتك شايف أو بتقترح إنه لو تم إلغاء هذا القرار الموضوع هيكون العمليه منظمه نفسها؟ لا انا مش بتكلم على الغاء قرار ال50,000 تحديدا، انا بتكلم على الغاء القانون نفسه، القانون نفسه اللي هو بيعمل شروط لزواج البنت. يعني هو لو خلاه الموضوع طبيعي في النهايه السلطه الوحيده فيه للبنت نفسها يبقى افضل، وخصوصا ان البنت اللي طلع لها يوم ما طلع القانون كانت البنت بتتجوز وهي عندها 16 سنه، دلوقتي البنت عندها 18. ممكن يزود، انا مع زياده سن الزواج للبنت، ممكن يخليها 20، وخصوصا لو هتتجوز اجنبي، يعني ممكن تبقى 20 بحيث تبقى فعلا ناضجه، لكن في النهايه ما يتدخلش في شروط ثانيه، يعني يسيبها براحتها. صحيح. انا بشكرك على وجودك معانا يا استاذ اشرف، شرفتنا.